الإخوان السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي أول فيديو في 2023. هذا الفيديو اللي خاصو أنه يتبارطاجا مزيان. داكشي علاش انت ولا انت اللي كتفرج فيا دابا حاليا دير لايك للفيديو، بزاف د الكومونتير 4 6 د الكومونتير وبزاف د البارطاج باش الفيديو يوصل لبزاف د الناس ويوعوا بحجم الخطورة اللي جاية مستقبلا. فعلى أي فيديو اليوم على اليوتيوب المغربي التسويق للقمار والترويج ليه على أنه شيء عادي وعلى أنه يمكن لك تستخدمه كمصدر رزق. مؤخرا وفجأة ولا كلشي باغي يدير إشهار لهاد الشركة هادي، واللي يقول لكم كتعرفوها اللي عندها سمعة خايبة في أوروبا وفي أمريكا. وحاليا معظم اليوتيوبرز المغاربة كيروجوا لهاد الشركة هادي، واللي ما عارفينش الأصل ديالها منين وشكون أسس ديك الشركة والأعمال ديالها، فهو كيجي كيقول لك بأنه لا بغيت تشجع فريقك المفضل دخل هذاك البرومو هذا غتربح 90 دولار 100 دولار، ولكن في الحقيقة ما كان لا 90 دولار لا 100 دولار، غتريح على القالب. وهذا ما كان، لأنه داكشي داخل في القمار والقمار حرام. معني مزيان، وراه في الآخر المشاهد اللي كيتفرج في داك صانع المحتوى أو داك اليوتيوبرز وهو اللي خاسر. كيجي واحد الوسيط من ديك الشركة اللي قلت لكم في الأول الفيديو واللي كلشي كيعرفها، كيجي داك الوسيط عند اليوتيوبرز أو بين قوسين صناع المحتوى، كيجي عندهم وكيعرض عليهم مبالغ ضخمة واللي كتوصل ل 4 مليون سنتيم مغربية أو أكثر الإشهار الواحد في الفيديو، وكيتعاقد معاه وكيصيفط ليه الفلوس، وفي الآخر هو كيجي اليوتيوب وكيتلقى عليك هو كيقول لك بأنه ادخل هذا البرومو كود هذا غتربح 90 دولار 100 دولار. وهنا فين كاين القالب ديال بصح. سمعني مزيان، دوك خوتنا اللي كيتجلب كود برومو ديال شي يوتيوبرز بين قوسين صانع محتوى كيتجلب الكود برومو ديالو وكيخسروا في الرهانات ديالهم، فهنايا داك اليوتيوبرز كيربح 25% من الارباح والباقي كيدي الوسيط اللي تعاقد معاه في الاول. وكمعلومه الدول الاوروبيه فرنسا اسبانيا البرتغال بلجيكا بريطانيا وامريكا منعوا هاد الدولة هادي من الدخول الدولة ديالهم منعا كليا. وهذا الشيء هذا بزاف الاسباب اللي من بينها ان الشركة كتنصب على الناس وكتشتغل في غسيل الاموال. واصلا الشركة هادي هو روسيا، واللي استوى هاد الربعة هادو رومان كارشوكوف تيميوكين وديمتري كازولين، واللي مؤخرا تشدوا تعاقبوا ب3 سنين ديال الحبس وغرامة اللي كتقدر 11,000 دولار، وحجز عقارات اللي كيملكوها واللي كتقدر القيمة ديالها بجوج المليار دولار. هادشي اللي كيبين بانه الشركه هذه كتقوم باعمال غير اخلاقيه. وكنلاحظوا بانه مؤخرا الموقع كيستهدف بزاف المشاهير ديال الانستغرام وصناع المحتوى ديال اليوتيوب خصوصا في العالم العربي. واكثر دوله كتنشر هادشي هذا وكتروج لذاك الموقع هي المغاربه الدراري بكل حياديه. بزاف اليوتيوبرز المغاربه او صناع المحتوى طاحوا في الفخ، حيت عارفين بانه الشاب المغربي او معظم الشباب المغاربه كيعانيوا من الفقر البطاله، والاغلبيه فيهم محتاج للفلوس. وهذا الشيء علاش كيحاولوا انهم يرسخوا لك واحد الفكره ديال القمار صحه على انه شي حاجه اللي عاديه وماشي حرام وممكن لك انه تستخدمه كمصدر رزق، ولكن حبس، هذا الشيء هذا حرام وما خدامش. المهم الاخوان بين قوسين احسن قناه دابا حاليا في المغرب من حيث الارقام هي قناه الياس المالكي. الدراري هي الطب دابا حاليا من حيث الارقام، وللاسف راه ما كيستغلش داكشي احسن استغلال وما كيستغلش دوك الارقام اللي كيضرب احسن استغلال. وما نساوش هادو هما احسن 5 القنوات دابا حاليا في المغرب، كنصحك انك كتفرج فيهم وتتبعهم غادي يفيدوك بزاف. وهذا ما كان الدراري، نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. المهم كان معكم اخوكم نور الدين بلاس، السلام عليكم.